الولد والبنت اللي في الصورة دول كانوا راجعين من الكتاب على بيتهم، وفجأة بعد ما دخلوا البيت بشوية أهالي القرية بتاعتهم اتفاجئوا بصوت صراخ رهيب طالع من بيتهم. وطبعا الناس جريوا على بيتهم وقتها واتفاجئوا بيهم هما الاتنين مرميين على الأرض، وتقريبا مفيش حتة في جسمهم سليمة. والكلام ده حصل يوم التلات الموافق 24/6/2025، وجريوا بيهم وقتها على المستشفى. لكن للأسف بمجرد ما وصلوا المستشفى الدكاترة اللي هناك أكدوا إن هما الاتنين خلاص الله يرحمهم. وعلى فكرة الكارثة مش هنا، الكارثة لما تعرف لسه هو مين اللي عمل فيهم كده وليه. طيب هما مين الاتنين دول ومين اللي عمل فيهم كده وليه؟ هتعرف دلوقتي، بس تعال نشوف مشهد تاني. في المشهد التاني بيظهر واحدة وهي واقفة على كوبري فوق نهر النيل، وفجأة بتقوم طالعة فوق السور بتاع الكوبري ده وبترمي نفسها في النيل. وطبعا هي كان غرضها ان دي تكون اخر لحظة في حياتها. والكلام ده حصل يوم الخميس الموافق 26/6/2025. لكن وقتها في ناس شافوها وهي بتنط في النيل وقاموا فورا نطين وراها، وقدروا انهم يلحقوها وطلعوها من المية وودوها المستشفى. وهناك في المستشفى وصل بلاغ بيوضح هي الست دي ليه عملت كده، واتضح ان في مصيبة كبيرة كانت بتحاول انها تهرب منها عن طريق انها تسيب الدنيا كلها وتمشي. طيب هو ايه الموضوع بقى بالظبط؟ صلى على النبي كده وخليك معايا وتعال نشوف هو ايه بالظبط اللي حصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هتكون عبارة عن مشهدين زي ما شفنا في المقدمة، ويلا بينا ندخل في المشهد الأول. أحداث المشهد ده بتدور يوم التلات الموافق 24/6/2025، والمكان اللي حصلت فيه الأحداث هي قرية اسمها قرية إوسنا البلد، ودي قرية تبع المركز إوسنا محافظة المنوفية. دول كده كانوا الزمان والمكان. وتعالى بقى نشوف الشخصيات. الشخصية الأولى والرئيسية معانا في المشهد ده هيكون هو الراجل اللي في الصورة واسمه محمد. ومحمد ده يبقى راجل عنده 52 سنة تقريبا، ومقيم في بيته الموجود في قرية إوسنا البلد التابعة لمركز إوسنا محافظة المنوفية. محمد كمان يبقى راجل متجوز وعنده 3 أبناء عبارة عن ولدين وبنت، وطبعا كانوا عايشين كلهم في نفس البيت في قرية إوسنا البلد. بس للأسف حياتهم ما كانتش هادية ولا كانت كويسة، وده بسبب سلوك محمد الصعب والمعاملة العنيفة اللي كان بيعامل بيها مراته وأم ولاده. على حسب كلام جيرانهم محمد للأسف كان دايما بيمد ايده عليها، وكان مسود عيشتها ومعيشها في وضع محدش يقدر يعيش فيه. وكان نتيجة ده ان مراته قررت انها لازم تنفصل عنه، وإلا في مرة من المرات هتخسر حياتها على ايده. وفعلا هي خدت قرار الانفصال، وده اللي حصل. وانفصلت عنه قبل اليوم اللي حصل فيه الأحداث اللي هو 24/6/2025 ب3 شهور تقريبا. وبالنسبة لعيالهم فهم فضلوا عايشين مع أبوهم في نفس البيت بعد الانفصال. ولحد هنا كده احنا بقينا شايفين المشهد كامل قبل ما يحصل اللي حصل. هو ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان في يوم 24/6/2025 الولاد راحوا الكتاب زي ما بيعملوا كل يوم تقريبا، وخلصوا الدرس بتاعهم وطلعوا من الكتاب ورجعوا على بيتهم عادي. بس اللي ما كانش عادي بقى هو اللي حصل بعد ما دخلوا البيت. بعد كام دقيقة كده من دخولهم البيت أهالي القرية اتفاجئوا بصوت صراخ رهيب طالع من بيتهم. ولما حاولوا يفهموا هو مين بالظبط اللي بيصرخ جوه، لقيوا ان الصوت مزيج بين ولاد محمد ووالدته اللي عايشة معاه في نفس البيت. وأهالي القرية عارفين ان والدة محمد لسه عاملة عملية جراحية من وقت قريب، والعملية دي مخلياها ما بتقدرش تقوم من على السرير بتاعها. فكون انها بتصرخ مع عياله يبقى اكيد في مصيبة كبيرة جوه. وفورا الناس جريوا على بيتهم، وكان من ضمن الناس دول اخو محمد الكبير نفسه. واخو محمد وقتها دخل البيت وشاف 2 من عيال اخوه مرميين على الارض وتقريبا مفيش حتة في جسمهم سليمة. والاتنين دول كانوا هم حسن اللي عنده 13 سنة ومريم اللي عندها 10 سنين. وقام اخو محمد والناس اللي معاه وقتها شايلين حسن ومريم، وخدوا معاهم كمان جدتهم وطلعوا يجروا بيهم فورا على اقرب مستشفى. والمستشفى دي كانت مستشفى إوسنا العام في محاولة لإنقاذهم. لكن للأسف بالنسبة لحسن ومريم فكان واضح ان التنفس بتاع مريم واقف تماما ومفيش اي حركة منها. وكان واضح كمان ان حسن بينازع في لحظاته الأخيرة. وفعلا بعد لحظات كانوا وصلوا بيهم المستشفى، وهناك الدكاترة اعلنوا ان هما الاتنين خلاص الله يرحمهم. وبناء على المعاينة اللي اتعملت وقتها كان واضح ان حسن مصاب بعدد من الطعنات النافذة والكدمات خصوصا في منطقة الرجلين، ومريم كان عندها عدد من الكدمات في منطقة الوش والصدر. يعني واضح جدا ان في سبب جنائي ورا اللي حصل لهم. وتم وقتها عمل بلاغ بالواقعة، وطلعت قوة أمنية فورا بعد تحديد مكان والدهم، وتم القبض عليه وقتها عشان يتم التحقيق معاه. وطبعا في تحريات كمان اتعملت وقتها عن طريق سؤال جيرانهم في القرية اللي قالوا كلام هو تقريبا خلاص حسم القضية. الجيران في القرية أكدوا العدد من المواقع الإخبارية والصحف إن المتهم كان بيتعدى على أولاده من قبل ما تحصل الواقعة ب3 أيام تقريبا. يعني اللي حصل في العيال ده هو نتيجة 3 أيام من التعدي المتواصل، واللي خلص في الآخر بالشكل الكارثي ده. وقالوا كمان للمواقع دي اللي منهم مصراوي مثلا
إن أبوهم محمد ده حالته مش سوية ومتقلب المزاج جدا، وإن اللي خلاه عمل فيهم كده هو إلحاحهم عليه بشكل متواصل إنهم يروحوا لوالدتهم اللي انفصلت عنه من 3 شهور تقريبا بسبب تعديه المتواصل عليها، وإنه كان دايما بيعاملها بمنتهى القسوة. وطبعا الجيران قالوا كمان إنهم اتفاجئوا في يوم الواقعة بصوت صراخ طالع من البيت ده، وإن الصوت ده كان صوت العيال وصوت جدتهم اللي هي والدة والدهم، وهي بتستغيث بالناس من اللي ابنها بيعملوا في عياله. وطبعا هم عارفين إنها ما بتقدرش تقوم من على السرير بسبب عملية جراحية عملتها من وقت قريب، وأكدوا إن محمد تعدى على عياله بعصاية خشب وبسلاح أبيض، وإن الابن التالت قدر يفلت من تحت إيده ويهرب من البيت وقت الواقعة. ده كده كان هو كلام الجيران لكذا موقع إخباري، وأكيد هيكون هو نفس الكلام اللي قالوه لجهات التحقيق في التحريات اللي اتعملت. وده معناه إن الجيران بيأكدوا بشكل واضح إن والدهم هو اللي عمل فيهم كده، ودي حاجة مفيش خلاف عليها على فكرة، لأن ما كانش في حد غيره في البيت وقت ما الناس دخلته، ده غير إن والدته كمان عايشة وشافت كل اللي حصل. تعالوا بقى نسمع منه هو شخصيا هو ليه عمل كده وعمل إيه بالظبط. أول حاجة محمد قالها في التحقيقات هو إنه ما كانش قاصد يخلص على عياله، وإنه بس تعدى عليهم بالشكل ده بغرض تأديبهم. طيب يا محمد انت بتأدبهم ليه؟ او ايه اللي عملوه فاستدعى انك تأدبهم؟ وهنا محمد قال انه تعدى على اولاده بالشكل ده لانهم حاولوا يخلصوا عليه بتحريض من والدتهم، وقال في التحقيق ان ولاده فتحوا عليه الغاز في محاولة للتخلص منه، وده خلاه يتعدى عليهم باستخدام عصاية خشب وسلاح ابيض. وفي مصدر تاني كمان قال ان محمد قال انه عمل فيهم كده بسبب انهم بيلحوا عليه في انهم يروحوا يعيشوا مع والدتهم. دي كده كانت هي اعترافات محمد. ده غير كمان ان والدتهم طلعت وقالت في التحقيقات ان الجاني سبق وهددها انه هيخلص عليهم، ودي فعلا نفذ تهديده. وطبعا راحت شافتهم في المشرحة وانهارت وقتها، وكانت بتصرخ وتقول يا ريتني كنت انا مكانكم يا حبايبي. مع العلم كمان ان والدة محمد اللي هي جدة العيال كانت منقولة للمستشفى بسبب ان محمد تعدى عليها وسبب لها اصابة لما حاولت تمنعه انه يخلص على عياله وتبعده عنهم. وحاليا الجاني محبوس على ذمة التحقيقات لحين انتهائها وتحويله للمحاكمة. ويا ريت يا جماعة تدعوا في التعليقات لحسن ومريم بالرحمة ولوالدتهم بالصبر. وتعالى معايا نشوف هو ايه موضوع الست اللي رمت نفسها في النيل. اهلا بيكم في المشهد الثاني. احداث المشهد ده بتدور يوم الخميس الموافق 26/6/2025، ومكان الاحداث هي منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة. دول كده كانوا هما الزمان والمكان. وتعالى بقى نشوف الشخصيات. شخصيات المشهد ده مش لازم نقول تفاصيلهم لانهم لسه عايشين، بس هنعرف اللي عملوه واللي حصل معاهم بالتفصيل. الشخصية الأولى معانا في المشهد ده هتكون هي سيدة عندها حاجة و20 سنة، والسيدة دي متجوزة ومقيمة في شقة موجودة في منطقة العمرانية محافظة الجيزة. وطبعا هي مقيمة في الشقة دي مع جوزها وولادها الاتنين اللي هم آدم اللي عنده 5 سنين ونوح اللي عنده 3 سنين. وبالنسبة لجوزها فهو راجل عامل وعنده 29 سنة تقريبا. طيب حلو قوي. هو ايه بقى بالظبط اللي حصل؟ اللي حصل ان في يوم الخميس الموافق 26/6/2025 زوج السيدة دي روح بيته كالعادة بعد ما خلص شغله، لكن اللي ما كانش عادي بقى هو وضع البيت نفسه واللي الراجل لقيه في البيت وقتها. اول حاجة غريبة حصلت مع الراجل كان قبل ما يروح البيت بدقايق. في الوقت ده هو اتصل بمراته عشان يقول لها انه جاي البيت لو هتجهز له حاجة يعني، لكن اتفاجئ وقتها ان تليفونها مقفول على غير العادة. بس عادي يعني، دي مش حاجة تقلق او تخوف قوي. وبدأ الراجل يتحرك ناحية بيته اللي شاف فيه فيلم رعب حقيقي. أول حاجة تخوف الراجل ده قابلها أول ما وصل البيت أو الشقة بتاعته هو إن الباب بتاع الشقة ما كانش مقفول، يعني الباب كان مردود على الفاضي ومش مقفول. واللي حصل وقتها إن الراجل زق الباب بإيده ودخل، وهنا بقى شاف أكبر كارثة في حياته. ولاده الاتنين اللي هم آدم اللي عنده 5 سنين ونوح اللي عنده 3 سنين معمولين في رقبتهم بأداة حادة، ومش عايز أقول اللفظ الصريح عشان ما ناخدش تأييد، وكمان مرميين على الأرض ومتكتفين بحبل غسيل ومعمول على بقهم شريط لاصق. حرفيا فيلم رعب كامل. وبدأ وقتها يدور على مراته في البيت وما لقيلهاش أثر، وعشان كده الراجل طلع من بيته منهار على اسم الشرطة وقدم بلاغ باللي حصل. وطلعت قوة أمنية فورا من الاسم على مكان البلاغ اللي هو بيته، وتم نقلهم وقتها للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة. في الوقت ده من القضية رئيس المباحث سأل الراجل بشكل واضح: هل في أي خلاف بينك وبين مراتك؟ والراجل رد وقتها بشكل حاسم وقال: مفيش مشاكل بينا ومفيش أي حاجة تخلينا أشك فيها، بس دلوقتي مش فاهم أي حاجة. وعشان كده تم التعامل مع القضية في الأول على اعتبار إنها جريمة سطو أو سرقة اتحولت لجريمة، لكن برضو الوضع كان غامض، واختفاء الأم كان مخلي السردية دي مش مظبوطة. ده غير إن مفيش أي آثار عنف أو كسر على باب الشقة. وعشان كده بدأت جهات التحقيق إنها تقوم أول حاجة بعمليات رصد وتتبع للأم. وهنا بقى دخلت عيلة الأم في القضية، وتحديدا أخوها اللي اتضح إن أخته اللي هي والدة الضحايا اتصلت بيه قبل ما تحصل الواقعة بيوم واحد،
وطلبت منه يخلي باله من عيالها قبل ما تقطع المكالمة ويتقفل التليفون خالص. ده غير كمان ان على حسب المنشور في موقع تلجراف مصر، فهي قالت لاخوها كمان انها عايزة تخلص على نفسها، وطبعا ده كده يخلي كل اصابع الاتهام تتوجه ناحيتها. ومع استمرار عمليات البحث عنها بقى والرصد والتتبع، اتضح على حسب المنشور في بعض المصادر ان الام طلعت من شقتها على بيت واحدة صاحبتها، لكن ما استقرتش هناك وطلعت من هناك على مكان تاني ما قدروش يحددوه وقتها. وفي نفس الوقت اللي كان فيه فريق البحث اللي شغال على القضية بيعمل كل اللي ممكن يتعمل لتحديد مكان الام، وصل بلاغ تاني للمباحث بانتشال سيدة على قيد الحياة من النيل بعد ما رمت نفسها فيه بشكل متعمد، وان الاهالي لحقوها على قيد الحياة وتم نقلها للمستشفى لان في اصابات حصلت لها نتيجة النط في المية من ارتفاع عالي. واتضح من خلال مطابقة بياناتها ان هي نفسها ام الولدين اللي بيدوروا عليها. وبعد التأكد من استقرار حالتها راح لها فريق من المباحث للمستشفى للتحقيق معاها ومواجهتها، واعترفت وقتها ان هي اللي ارتكبت الواقعة وهي اللي خلصت على عيالها. وقالت في اعترافاتها قدام جهات التحقيق انها كانت عايزة تخلص على نفسها وعلى عيالها، وده للهرب من تعدي جوزها عليها وعليهم بشكل متواصل بسبب ادمانه للمواد المخدرة على حسب كلامها، وانها مش قادرة تتحمل انها تتعرض للتعدي عليها اكتر من كده، فقررت انها تخلص على العيال انتقاما من جوزها اللي هو ابوهم. ووقتها كتفتهم هما الاتنين بالحبال وكممتهم بشريط لاصق، واجهزت عليهم وقتها باستخدام اداة حادة، وانها حاولت بعدها تعمل في نفسها كده زي ما عملت في عيالها، لكن على حسب كلامها فهي فشلت في ده وقتها، فراحت متوجهة للنيل ورمت نفسها فيه. لكن الاهالي هناك خدوا بالهم وقتها وانقذوها ونقلوها للمستشفى، وجهات التحقيق عثرت عليها هناك بالشكل اللي عرفناه. دي كده كانت هي اعترافات الام قدام جهات التحقيق، وطبعا تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، ودلوقتي هي محبوسة على ذمة التحقيقات لحين تحويلها للمحاكمة. وبصراحة انا مش فاهم ايه اللي حصل للناس للدرجة دي، بقى سهل على اي حد انه يخلص على عياله؟ خلاص ما بقاش في اي حلول تانية؟ في المشهد الاول واحد خلص على عياله بسبب انه شايف انهم عايزين يعيشوا مع امهم ومتفقين معاها عليه. طيب ما بدل ما انت خلصت عليهم وضيعت نفسك دنيا واخرة، ما تسيبهم لامهم، ايه اللي هيحصل يعني؟ وفي المشهد التاني خلصت على عيالها عشان ابوهم بيتعدى عليها وعليهم على حسب كلامها. طيب ليه ما تتطلقيش منه وتضمي حضانة عيالك ليكي بعدين، او حتى يا شيخ سيبيهم معاه؟ ايه لازمة اللي عملتيه ده؟ يا ريت يا جماعة تعرفوني رأيكم في التعليقات عن اللي حصل وايه سبب ان الموضوع ده كتر بالشكل ده، ويا ريت تدعوا في التعليقات للضحايا بالرحمة. وما تنساش اللايك بتاعك لو استفدت من حلقة النهاردة، وانك تعمل لها شير لو حابب انها توصل لغيرك. ولو دي اول مرة تشوفني فيا ريت تعمل اشتراك او متابعة، وميعادنا كل اثنين وخميس الساعة 9. كان معاكم اسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.